عندك مشكلة مع البانيه ان دايما لما بتقليه بيفك منك او بيكون شارب زيت كده وطري وما بيبقاش مقرمش، اتفرجي على الفيديو ده ان شاء الله هيعجبك جدا. هوريك تتبيلة للبانيه سهلة جدا وبسيطة، وطريقة القلي كمان هتخليكي البانيه عندك ما يفكش ولا يشرب منك زيت، وهيطلع معاكي البانيه بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده، وشايفة لونه وشايفة القشرة بتاعته ماسكة عليه ازاي، وطعمه بقى في منتهى الجمال. وتتبيلة بسيطة جدا ولا فيها مكونات كتير ولا بهارات كتير ولا اي حاجه خالص، سهله قوي وسريعه وهتعجبك قوي. وزي ما انت شايفه البانيه حلو ازاي ومش شارب زيت ولا اي حاجه. اتمنى لو الفيديو عجبك واستفدت اي حاجه من الفيديو بتاعي لايك وشير للفيديو، لو لسه ما اشتركتيش اشتركي في القناه، وهنسمي الله بقى ونشوف الطريقه على طول. معاكي هنا كميه البانيه اللي انت عايزاها، صدور الفراخ هتقطعيها كده زي ما انت شايفه شرايح، ولا واسعه ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. معايا بصلايه واحده مبشوره بالميه بتاعتها، وحطيت عليها معلقه صغيره من الفلفل الاسمر والملح طبعا حسب الرغبه، وشويه من الزعتر، مش عايزه منك اكتر من كده، بصوا اهو، ومعلقه من الزعتر، ومش عايزه اي حاجه اكتر من كده. وهقلبهم وهسيبهم نص ساعه كده على جنب. انا قلتلك دي اسهل تتبيله بانيه ممكن تشوفيها، طريقه سهله جدا وتتبيله سهله جدا للبانيه. هركنهم بقى على جنب نص ساعه كده، وارجع لهم تاني يكونوا اتبلوا شويه وخدوا طعم البصل عقبال ما نعمل. هنا نرجع تاني للبانيه، هلم شويه من البصل، لو حسيت ان البصل كتير كده هاخد منه شويه، مش هنضفه قوي يعني. وهجيب بيضتين، انا عامله هنا كيلو ونص من البانيه، هحط 3 بيضات، يعني النص كيلو تحطوا له بيضايه واحده. تمام. بصوا الفزلكه اللي ملهاش عايزه بقى اهي، قشره البيض وقعت، نشيلها. ومش هحط لبن ومش هحط اي حاجه خالص، هو البيض على البانيه على طول في نفس الطبق كده، بدل ما اقعد بقى ماشيل واحط وحده البانيه واحده واحده لوحدها في البيض كده وارجع احطها في البقسماط، لا هو في طبق واحد كده على طول مع بعض. هنا هيكون عندي ده البقسماط اللي احنا بنشربه مع الشاي، انا بجيبه من الفرن وبطحنه، ما بحبش اجيب البقسماط الساي المطحون. بعد كده بضيف عليه معلقتين 3 كده من الدقيق، على حسب انا عامله كميه قد ايه برضو، هضيف عليهم دقيق كده. فحسيت ان السمسم في البقسماط كان قليل، فحطيت معلقه من السمسم دي، اختياري لاي حد يحبها، لكن انا بحبها بيبقى شكل البانيه حلو بالسمسم، وطبعا قيمه غذائيه. هتاخدوا بس واحده واحده كده البانيه اللي احنا حاطين عليه البيض، احنا ما حطيناش اي حاجه خالص اهو، وهنا الدقيق والبقسماط في نفس الطبق، وندوس عليها. بس تدوسوا عليها كويس بقى، يعني بايديكم كده بصوابعكم كده وتدوسوا وتتاكدوا ان البقسماط مسك فيها. بصوا مسك فيها على طول ازاي. ننفضها بس كده كويس من البقسماط ونركنها على جنب. ونعمل ايه يعني شويه جنبينا كده ونبتدي نقلي، ما بنحطوش في التلاجة ولا حاجه، اللي بنعملها بنقليها. هنا هحط زيت بس مش هحط زيت كتير، لو انتوا تلاحظوا الطاسه دي مش عاليه ومش حاطه زيت كتير فيها، يعني ما تحطوش زيت كتير. ونبتدي نحط في الطاسة بعد الزيت ما يسخن كده على نار عالية في الأول، وبعد كده نخلي النار متوسطة. بس أهم حاجة أول ما ننزل البانيه يبقى النار عالية زي ما انتوا شايفين كده، ما بياخدش يعني بصوا دقايق كده وبتلاقوه استوى. وما نقلبهوش خالص إلا لما نتأكد إنه يعني خد لون كده من تحت، واللون طبعا هنا على حسب راحتكم، تغمقوه أو تفتحوه براحتكم، لأن البانيه ما بياخدش وقت خالص في التسوية. هنقلبه على الوش التاني ياخد دقيقة برضو ولا دقيقتين على حسب النار عندكم، وتطلعوه بقى بألف هنا وشفا. شايفين طالع بسم الله ما شاء الله كله سليم ازاي، مفيش واحدة فكت، مفيش واحدة حصل لها اي حاجة. ولونه بصوا مش شارب زيت خالص، حلو جدا. جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم قوي، ومتهيألي تتبيلة سهلة وطريقة سهلة جدا. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير، ولو استفدتوا اي حاجه من الفيديو بتاعي ولسه ما اشتركتيش يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس على الكل عشان ان شاء الله فيديوهاتي الجديده توصلك. بصوا حبيبي انا بطلعه على مناديل ورق كده او في صينيه او ورقه زبده الموجوده عندك. هنا خلصت خلاص الكميه كلها زي ما انت شايفه. بصوا البانيه طالع كله متماسك وحلو ازاي، وبصوا بقى الطراوه والبانيه مستوي ازاي. بصوا مش مستحمل والله تحطيها في بقك تيجي تلقطمه كده
تقطميها تلاقيها دايبه.